حلقتنا النهارده يعني هنحاول نتكلم على موضوع أعتقد إنه شاغل ناس كتير فئة كبيرة هي البنات. في بعبع كده دايمًا بيبقى ورا البنات هتتجوزي إمتى؟ ما اتجوزتيش ليه؟ الله هو أنتِ مش عارفة تلاقي حد كويس والّا إيه؟ وكأن الموضوع كله يعني مسؤولية البنات، وده بيحط ضغط كبير أوي على البنات، وبيكونوا ممكن يخلّيهم عايزين يستعجلوا إن هم يتعرفوا على أي حد وخلاص هو جوازة والسلام. فحبينا نعمل حلقة نتكلم فيها نفهم فيها هُم البنات عاوزين إيه، هو البنات مش عاوزة تتجوز زي ما بيقولوا، والّا هُم عاوزين يتجوزوا بس ما فيش فرص إن هُم يتعرفوا على حد جديد كويس بمعاييرهم، وهل معاييرهم دي فعلًا زادت أوي والّا بقوا متطلبين زي ما الناس برضه بتطلّع عليهم سُمعة؟ وأحسن حد بقى النهارده قُلنا يعني مين اللي ممكن يمثّل البنات، فلقينا ألَذ واحدة هي منى زهير. هاي منى. ازيك عاملة ايه الأخبار؟ كُلّه حلو، أنتِ عاملة إيه؟ الحمد تمام؟ لله. النهارده بقى يعني بُصّي، عندِك مسؤولية إنِّك بتمثّلي البنات الsingle كلّهم. طب ليه تديني مسؤولية؟ أنا ي مش عايزة اخد يا ستي. لا، بجد كمّلي، اجبروني. خديها، خديها. لأ، يعني يعني بُصّي هنستغلِّك النهارده استغلال بقى إن كل الحاجات اللي البنات بتفكّر فيها عايزين نفهمها. اوكي. هابتدي معاكِ بسؤال، هل موضوع إنِّك تتعرّفي على شريك حياة مناسب أسهل والّا أصعب من زمان؟ والله أصعب، لأن دلوقتي بقى في وعي وawareness كده، إمم. إنه وبقى في دلوقتي therapist، وبقى في نت social media. زمان ما كانش في الكلام ده كله. وبصراحة يعني هو بقى أصعب، زمان كان أريح. يعني زمان كان إيه، كان فكرة إن أنتِ في واحد بييجي وبيتقدم وخلاص خلصنا. يعني أنا عِشت مع خالاتي كل الجوازات الصالونات اللي ممكن، شُفت كل الأشكال اللي ممكن أوكي. تشوفيها، وكانت بتبقى فقرة ممتعة يعني. إمم. دلوقتي لأ، ما بقاش الموجود ده، يعني الموضوع ده موجود خالص. بقت الفكرة إن أنتِ خلاص بنات بقت عارفة هي عايزة إيه أوي. إمم. زمان عارفة لمّا تبقيش عارفة أنتِ عايزة إيه، فتخشي السوبر ماركت أي حاجة أي حلوة حاجة موجودة. وخلاص. آه. دلوقتي بقينا بقى بنفصص أوي، اللي هو لأ أنا أصلي عاوزاه يكون كذا ومش عاوزاه يكون كذا، وده عنده تلاقي مسميات بقى طلعت. وإحنا في talking stage دلوقتي، وإحنا ما كانش في أيوه. زمان talking، كانت صالون stage وخلاص. قاعدين في الصالون stage طب ودي يعني. حاجة كويسة والّا حاجة وحشة؟ يعني إن في لمّا هتقعدي مع البنات هتقول لِك أنا بقيت عارفة زي ما أنتِ بتقولي، أنا عارفة أنا عاوزة إيه، أيوه. وباختار بناءً عليه مش الجوازة والسلام، مش هاختار أي حد. في اهم. ناس تقول لِك لأ، البنات بقت متطلبة أوي، بتتدلع، عاوزين حاجة معاييرهم زادت أوي، فأنتِ شايفاها إزاي؟ يعني هو متطلبة إيه؟ أنا ما شُفتش أي بنت يعني أنا شخصيًا ما شُفتش بنت واحدة متطلبة. هي آه. بتتطلب إنها ترتاح. يعني يعني قولي، قولي. نِفْسها ترتاح إمم. البنت يا عيني. ما فيش إمم. يعني أنا ما شُفتش واحدة مثلًا. البنات اللي بتيجي في التلفزيون يقول لك البنات طلباتهم كترت أوي، آه. فين؟ يعني أنا ما شُفتش واحدة غير إنها عايزة شقة عشان تأمن، تبقى نايمة آمنة، ما فيش حد ييجي يخبّط عليها هاتي آه. الإيجار أو هاتي حاجة. عايزة فرح كويس معقول، بتشارك بده، بتجيب نُص البيت. يعني في إيه أكتر من كده؟ ما إمم. شُفناش حتى الجوازات اللي هي بتبقى هاتها بشنطتها دي، ما شُفتهاش يعني. آه. لأ، لأ. هي بتجيب نُص البيت، بتشارك في كل حاجة. أغلب الستات دلوقتي كمان بتشتغل. فيعني ما أعرفش، أنا ما باحسش إن هُم متطلبين في حاجة. أنا باحس بالعكس بقى، ده زمان كانت تطلبات أكتر. أنتِ قصدِك تطلبات مادية. وغير مادية، حتى إمم. عاطفية. يعني حتى زمان مثلًا كان مش طبيعي، مش كل الستات بتشتغل. إمم. دلوقتي أحيانًا أنا باشوف بيوت لأ، الواجب فيها اللي هو يقول لها ده أنتِ حتى ما بتشتغليش، يعايرها آه. بعدم أيوه شغلها. صح. اللي هو ما وأنتِ مش هتصرفي كام في البيت وكده. أنتِ آه. مش كفاية مش هتشتغلي؟ أنا آه. مقعّدِك. أنت ما أنت إمم. مقعّدها هتذلّها باللقمة يعني والّا إيه؟ أوكي. فلأ، يعني أنا بالعكس بقيت أحس دلوقتي كمان إن بقى في يعني flexibility أكتر من البنات، إن هي عايزة تشارك وعاوزة تدّي وعاوزة تعمل. يعني لأ. طب ما أنتِ قُلتِ حتّة برضه إنه حتّة السوشيال ميديا والدنيا مفتوحة، صعب أصلًا إنِّك تلاقي جواز، آه. مع إن ناس كتير ممكن تقول لك بالعكس أنتم مجالاتكم مفتوحة أكتر، يعني ما في الدنيا مفتوحة بتروحوا وبتيجوا social media events يعني الدنيا مفتوحة أكتر من زمان. عارفة حتّة اللي هو النت ده أنا عرفته بقى من البرازيل عارفة. اللي هو آه. لأ، آه. يعني باحس لأ، باحس بصراحة لأ، لإنه عارفة لمّا المجالات بتبقى مفتوحة أكتر الvariety بتبقى أكتر، الاختيار أوكي. بيبقى أصعب. يعني إمم. لمّا يجيبوا لِك 3 فساتين هتختاري منهم أسهل، ولمّا يجيبوا لِك 20 فستان آه. يعني في كُترة على اعتبار يعني إن الناس التانية دي فساتين. فساتين أيوه مش عايزين يعني مش بس يعني لمّا تيجي يبقى عندنا اختيار كبير أوي، فده بيصعّب الموضوع أكتر. كمان لمّا دلوقتي السوشيال ميديا كمان بتدّيكِ حاجات برضه غير حقيقية. إمم. يعني اللي هو الطبيعي إن إحنا كل أسبوع بنروح نعمل weekend في مش عارف فين أنا آه، فعلّت وحبيبي. الexpectations يعني. أوي.
وده أوكي. مش الطبيعي، إمم. يعني ده برضه مش الطبيعي إن كل الcouples يقدروا يعملوا كده، ولا كل البنات تقدر تلاقي واحد بيعمل ده، فده صعّب الدنيا أكتر، أوكي. يعني صعّبها شوية أكتر طب عايزة أسألِك سؤال، لسه يعني الطنطات اللي في أي خروجة وفرح وهنفرح بيكِ إمتى، يا شدّي شيخة، حيلِك لسه بالحاجات ده أنا هربت وسِبتهم دول، أنتِ آه سبتيهم في والله، إسكندرية وجيتِ. سِبتهم هناك قاعدين بقى هناك في الشتا ربنا معاهم، أيوه. مشيت. إمم. لسه وهيفضلوا موجودين، وبعدين أنا ساعات باخاف أنا أتحوّل أبقى طنط زيهم، يعني أنا أحيانًا باقابل ناس إيه ده أنتِ ليه كده؟ يعني ليه يعني أيوه. فاهماني؟ إمم. يعني لسه للأسف في طنطات كتير موجودين، ولسه بأسئلتهم الغلسة ولسه. آه. شدّي حيلِك وهنفرح بيكِ إمتى والحاجات لأ اللي هي في جملة بتضايقني أكتر، اللي هي جملة إيه، ربنا يسعدِك يا حبيبتي، كإنِّك أنتِ اللي هي بتبتدي تعمل معاها كده سين هنود عارفة، ربنا يسعدِك يا حبيبتي اللي هو طَب آه. يعني ما هو أنا سعيدة يا ما أنا ستّي، سعيدة الضحكة من الودن للودن أهي، آه. لأ ربنا يسعدِك كده. إمم. بس ده مش بيحُط يعني تفتكري ده اللي ممكن يكون بيخلّي الضغط ده كإنه فعلًا في حاجة أنتِ المفروض تعمليها، يعني في حاجة أنتِ المفروض تحققيها إمم. بس أو أنتِ مش سعيدة زي ما بتقولي لِك ربنا يسعدِك وكأن أنتِ حياتِك ناقصة أو مش سعيدة، ده بيخلّي بنات ممكن توافق على أي علاقة عشان آه، الضغط ده؟ آه. وأنا أعرف أصدقاء كتير كده، يعني أوكي. ليّا صاحبات كتير كده، هي دخلت يعني مثلًا كانت لسه خارجة من قصة حُب مثلًا. أوكي. وبعدين بيبتدي في حاجة نوع من أنواع المُعايرة كده بتحصل من الطنطات دي للبنت دي، بس هُم إمم. مش بيقولوها لها direct، إمم. هي بتبقى مُعايرة في العين في كده، العين عارفة أنتِ اللي هو إيه، ضمنيًا، فاهمين أيوه ضمنيًا إنه في مُعايرة حاجة. ضمنية كده، اللي أيوه. هي اللي هي إيه، أُمّال الولد اللي كنتِ قُلتِ إن هو ما جاش، يالّا ما حصلش نصيب، إمم. فاهمة؟ أيوه. فبتبتدي تحصل المُعايرة الضمنية دي، فتلاقي البنت اللي هو بقى إيه، أي حاجة جاية كويسة بالنسبة لها هتأمِّن لها مسكن آمن فنبتدي نتعامل بقى معاملة الإيه، إحنا عاوزين مسكن آمن وبيت وأكل وشرب وعيشة هنية وخلاص، ما أوكي. نبُصّش بقى لأي حاجة تانية. فأنا ليّا أصدقاء كتير كده، اللي هو أقول إمم. لها: "طَب إزاي يا بنتي ده مختلف عنِّك خالص، ده بُصّي بقى منّي أنا عايزة أتجوّز، أوكي. أنا عايزة أخلص بقى وزَنّ ماما إمم. وزَنّ خالاتي عليّا ومنّا كل ما بيشوفوني بيفضلوا بقى يبصّوا لي من فوق لأ، أنا بُصّي أنا عايزة عايزة أتجوّز أخلص. وأخلّص." آه. أو جملة البيت عايز يفرح. البيت عايز بيت العيلة، أوكي. إمم. شغّلوا أغاني اعملوا حفلات، اعملوا انزلوا اعملوا أي حاجة، إيه رأيكم تروحوا تخرجوا يعني أوكي. تيجي نسافر أيوه. البيت عايز يفرح، أوكي. فالبيت عايز يفرح ده تلبس هي يا حبيبتي في لبسة حد صعبة عايزه جدًا، أيوه. وبعدين لمّا تيجي لو في أي مشاكل أو بعد كده بيلوموها ما أنتِ اللي اخترتِ غلط، يعني اللي هو ده بيبقى أول حاجة. اللي هو أو إمم. ما أنتِ ما صبرتيش، أيوه. أنتِ حضرتك باصة لي في الطرقة كل شوية باصة تخلّيني أهرب من البيت، يعني ما أنا أيوه. لازم أمشي، إمم. أيوه صح ما الموضوع أنتِ ما صعب. صبرتيش، ما صبرتيش صح. آه، طب أسألِك سؤال، إحنا دلوقتي يعني أعتقد إن دي مشكلة يعني ما تهيأليش إن الموضوع إن البنات مش عاوزة تتجوّز ولا الولاد مش عاوزة تتجوّز، هو الفكرة إن المجالات يعني الدايرة بتاعتِك بتقفل، يعني خلاص ما اتعرفتيش على حد في الجامعة، آه، فخلاص طلعتِ من الجامعة، اشتغلتِ ومستقرة في شغلِك، ما فيش حد في الشغل، صحابِك خلاص ما فيش الدواير بتقفل. أيوه. هل جرّبتِ مثلًا فكرة الdating apps أو الmarriage apps؟ والله بُصّي، أنا بقى ليّا 3 أصحاب اتجوّزوا من الdating app ده، بجد؟ والله أوكي. اتجوّزوا فعلًا من dating إمم. app إمم. يعني بس هي مشكلة إن هُم ما بيعرفوش تفهميش ليه بيخبّوا في الأول، آه. يعني هي في الأول ما تقولش إن ده dating app ليه؟ ما أعرفش، مكسوفة يعني؟ ما تحسّي كده اللي هو إيه، اللي هو بتلاقي في الأول كده إيه، اللي هو إيه، عرفته، أيوه منين؟ منين؟ عرفته، أيوه أوكي. يا حبيبتي منين إمم. يعني؟ أيوه قابلتوا بعض خبطتوا في بعض والكراسة أيوه. وقعت يعني خلاص. عرفتيه منين يعني؟ ما آه. هو آه. عرفتوا كده ماشي، بعدين تبتدي الكلمة إيه، من على النت، إيه من على النت على ده؟ النت يعني دخلتِ على كتبتِ الماسنجر والّا مثلًا إيه بالضبط؟ بعدين تبتدي تقول لِك إنه والله عرفته من dating app أوكي. يعني في dating app ودخلت وبتاع وإيه ده وتلاقي بقى كل الحاجات دي بتنفع يعني بتنفع تنفع. فأنا أوكي. ليّا 3 أصحابي اتجوزوا من dating app عادي جدًا وسُعدا على فكرة دول أسعد صحاب متجوزين في بجد؟ صحابي والله أوكي. أصل هي قريبة أوي من يعني لو فكّرنا فيها هي نفس فكرة جواز الصالونات، أو إن أنا مثلًا آجي أقول لِك أنا أعرف حد كويس مش عاوزة تقابليه، يعني نفس لأ هي الفكرة. كمان هي نفس فكرة إن أنا داخل عارف، يعني أنا داخل عارف أنا عايز إيه، إمم. يعني فاهمة؟ صح. اللي هو أنا والله جاي عايز أنا كده أنا هنا أنا في dating app
إمم، أنا جاي عايز أdate، أنا عايز أتجوّز. صح، أيوه. ف فبتبقى عامةً بتأثّر المسافات أكتر يعني. طب هل أنتِ ليكِ صحاب مثلًا ولاد وبنات، هل فكرة الولد اللي لسه بيبُص على البنت مثلًا اللي على الdating app إنه نظرة كده اللي هو أنتِ داخلة هنا تعملي إيه، والّا الموضوع ده اتغيّر؟ شوفي أنا عاوزة أقول لِك على حاجة، أنا دايمًا عندي قناعة اللي هو أنتِ داخلة هنا تعملي إيه وحضرتك داخل هنا تعمل إيه؟ صح، بالضبط. يعني أنا عندي أنا قابلتك قناعة هنا برضه، جدًا، ما أنا يعني مقابلاك هنا والّا أيوه، حضرتك صح، مثلًا بتبُص عليَّ من فوق من آه. الواتساب مثلًا ما أنت أيوه، ما أنا في اهم، نفس المكان يعني، إمم، فباحس بصراحة اللي هيفكّر أو يبُص بنظرة زي كده، لأ ما إحنا ممكن بقى نعمل unmatch على طول يعني بالضبط من الأول unmatch أيوه، بقى معايا، أول ما آه، هتبُص كده هاعمل لك unmatch على طول، إمم، برضه ده بيسهّل يعني الdating app بيسهّل موضوع الunmatch ده على طول، اللي هو مش لسه بنختصر بقى صح، أيوه. يعني فهو حاجة مختصرة. صح، صح، هو آه. بيختصر الموضوع، بس يعني ما أعرفش ليه ممكن تكون بنات يعني ممكن تكون إن هُم بيخبّوا دي برضه ممكن يكون جزء منها اللي هو إيه، أنا باخبّي داري على طب على فكرة شمعتك بس أنا عايزة والحاجات أقول دي، لِك حاجة، أنا أمي من أكتر الناس المتصالحة جدًا مع الdating app. بجد؟ أوكي، أمي يا سلام عليها في الموضوع ده، إمم، أمي غالبًا متصالحة مع أي حاجة تتجوز أي حد يعني أي أي حاجة هتبقى أي طريقة هتبقى يعني أي طريقة، أي حاجة أوكي، هي شايفاه إنه ده تطوّر حديث لموضوع الخطبة أو لأي طنط من الطنطات اللي بتبقى موجودة، يعني حتى صاحبتي اللي فضلت إنها تخبّي، أنا كنت حاكية لماما إنه هي عرفته من على من على application app أوكي، من على dating app يعني، فماما جات قالت لها: "لأ." قالت لها: "يعني أنتِ مش لازم تخبّي، يعني أنا شايفة إن ده عادي، وأنا لو حتى بنتي جات في يوم من الأيام قالت لي إنها عرفت حد من على dating app أنا مش هابقى متضايقة خالص يعني إمم، طالما الموضوع في إطار الحاجة الكويسة، يعني ليه نفضل يعني يستجمل أحسن بالضبط، بالعكس ده في short cut رهيبة إمم، أصلًا إمم. إن إحنا جايين عشان نتجوز. وبعدين هي الdating app هي بتوفّر عليكِ المرحلة الأولى، هو ما حدش بيقول لِك إنه يعني لازم هتحبّي الشخص اللي على الdating app، هو بتوفر نفس عليَّ الفكرة مرحلة الاستهبال مثلًا عامةً. يعني إحنا نازلين بنيّة اللي هو مش لسه بقى ghosting ومش إنه إحنا نازلين بالضبط، بنيّة إن إحنا جواز، يعني إحنا بالضبط. مش لسه هنتعرّف وأعرف نيّتك إيه ومش نيّتك إيه والكلام ده كلّه، إحنا الاتنين في المكان ده يبقى إحنا الاتنين عاوزين نتجوّز. بالضبط، بعدين أنتِ عارفة إن عُمدة نيويورك مثلًا إمم، دلوقتي ده اللي هو زهران ده اللي مشهور، إمم، هو إمم، متجوّز مراته دي من dating app آه. يعني الراجل عُمدة نيويورك، هو أنت هتبقى أحسن من عُمدة نيويورك يعني؟ مش صح فاهمة يعني. أيوه، آه، فلأ يعني عادي جدًا أهو الراجل متجوّز من على dating app وعادي يعني، فأنا حاسة بالعكس إنه الموضوع هو تطوّر طبيعي لأي حاجة في حياتنا، آه. لأي اللي هو الخطبة أو صاحبة ماما اللي بتجيب العرسان أو عمو مش عارف مين اللي بيوفّق، يعني عادي. طيب dating app والّا marriage app؟ هو إيه الفرق بين الاتنين؟ بُصّي الdating app يعني في dating apps كتير أوي هي بتكون إنه إحنا نازلين نتعرّف زي ما أنتِ كل اللي بتقوليه ده، اللي هو نازلين نتعرّف ولسه situationship ولسه هنشوف إحنا هنعمل إيه، لكن marriage ماشي. app دي بقى اللي هو يعني إحنا عليها، فإحنا لازم هنتجوّز عليها، يعني بيبقى إحنا داخلين نتجوّز، وبيبقى عليها بقى features كتير إن هي تضمن حماية ليكِ privacy البطاقة، إنه أتطمن إن المواصفات دي مضبوطة، فعشان يبقى كل حاجة بتمهِّد إن ده جواز إحنا مش يعني بنهزر. أكثر أمانًا. بالضبط. أنا مع الأمان في أي حاجة، يبقى أنا marriage أنا مع الmarriage app أنا مع أمي في أي حاجة أنا وشوفي mom أمي approve. هتوافق بإيه وأنا معاها يعني أنا مع الmarriage app معانا. لأ marriage app أكيد. طب قولي لي أنتِ منا بقى أنتِ نَفْسِك، إمم. إيه مواصفات الشخص اللي تقولي عليه إنه ده شخص مناسب إن أنا أرتبط بيه؟ أنا مواصفاتي إن هو شخص يكون عنده نسبة كبيرة جدًا من إنه يعني يدّيني أمان عامةً، إمم، يعني أمان في كل حاجة، سواء أمان عاطفي، أمان مادي، يعني شخص يكون أمين عليّا ويكون أصلًا يدّيني أمان، لإن أنا الحمد لله وصلت في حياتي لحاجات كتير جدًا، إمم، بس أصعب حاجة دايمًا إن أنتِ بعد أن أنا وصلت لده بتعب أوي، فدايمًا عندي حتّة قِلّة أمان إن أنا أخسر ده، فدايمًا أوكي، باحتاج إن حد معايا يفضل يقول لي: "لأ، ما تخافيش، أنا معاكِ، أنا جنبِك." بكل بقى الطرق الممكنة. وعامةً أنا باشوف ده الأهم في أي علاقة، لو الراجل اللي معاكِ أو الشخص اللي معاكِ مدّيكِ أمان، ده بيوفّر علينا حاجات كتير أوي، لإن أغلب أصلًا الانفصالات أو الطلاقات أو أيًا كان بتحصل بسبب عدم الأمان، إمم، عدم الأمان في العلاقة من حيث بقى اللي هو والله هو أنا مش باحس إن أنا مرتاحة معاه، بيكدب عليَّ، أناني، مش عارف أوكي، كل ده جاي إمم، بيحسّسها هي بقِلّة أمان، بقِلّة أمان صح، خلاص إن هي دايمًا تبقى حاسة إنها مش على أرض stable ثابتة.
بالضبط، أوكي. بالضبط. بس أنتِ اتكلمتِ على حتّة حلوة أوي، إن هو حتّة الأمان المادي، أو إن أنتِ ماديًا إلى حدٍ ما حاسة إن أنا مستقلة ماديًا. هل الحمد ده لله. صعّب فكرة إنِّك تلاقي شريك مناسب؟ صعبة جدًا. إمم، لإن أصل بقى يعني زي ما قُلت لِك فكرة إنه في بنات بتمشي تبقى عايزة تمشي من البيت وخلاص إمم، علشان خاطر مثلًا بتبحث عن إنها عايزة تعرف تخرج براحتها، صح، عايزة تعرف تعمل مش عارف إيه براحتها، عايزة مساحة أكبر، إمم، فأنا already عندي المساحة دي، عندي صح، المساحة الأكبر دي، عندي بيتي، عندي عربيتي، عندي كل فأنت بقى جاي حضرتك تضيف لي إيه؟ أيوه، حضرتك إيه الإضافة اللي أنت جاي صح. تضيفها؟ فأنت يا تيجي تعمل إضافة وتجمّل لي حياتي، يا إمّا هو شكرًا. أصلًا أي شريك حياة لازم ييجي يعمل إضافة، إمم. وإلا يعني كتّر خيرك، اتفضل اقعد في بيتكم لأ شكرًا، يعني شكرًا مش متشكرين محتاجين. أوي مش عاوزين وجع دماغ يعني، أنت أيوه مش جاي ترازيني أصلي، إمم، فاهمة؟ فأنا دايمًا حتى في أي علاقة لمّا بتبقى داخلة عليَّ كده علاقة هالة كده عليَّ من بعيد، أنا باسأل سؤال حضرتك هتضيف لي إيه؟ إمم، باسأله هو وباسأل نفسي كمان. إمم، الإضافة اللي أنت هتضيفها لي، هل هتضيف لي علم مثلًا زيادة، أبقى مثلًا أنت راجل مثلًا هتدّيني ثقافة بقى وعلم حلو كده، أوكي. هتضيف لي إيه الإضافة؟ إمم، هتضيف لي أمان، هتضيف لي والله مركز اجتماعي، إيه اللي أنت هتضيفه زيادة مش عندي؟ آه، لإن كل الأساسيات الحمد لله عندي، فإيه إمم. الإضافة بقى؟ طب وحاسة المشكلة إنه اللي عمل اللخبطة دي ما بين الرجالة والستات، إن الستات تطوّرت فكريًا زي ما أنتِ بتقولي، اللي هو خلاص أنا بقيت مستقلة ماديًا، أنا حياتي تمام، أنا محتاجة حد ييجي يعمل إضافة. والرجالة لسه عايزين برضه حد واحدة تحسسهم إن هو يعني إنها إن هو جه أنقذها وجه عمل لها شقلباظ في الحياة. يعني هي دي المشكلة، إنه البنات تفكيرها تطوّر أسرع، والولاد لسه برضه عاوزين نفس فكرة البنت بتشوفهم إن هم حاجة كبيرة أوي، وإن أنت حتى لو فيك عيوب الدنيا أنا هاوافق عليك عشان أنت بس راجل. لأ، أنا باشوف إنه الرجالة السوية لإن أنا باحس دايمًا إن إحنا بنتكلم لمّا بنيجي نتكلم عن راجل بشكل سخيف، إمم، بنتكلم عن الراجل اللي مش سوي. صح، وده على إمم، فكرة حاجة غلط. إمم، فتطلع عندنا بقى الفكرة الجميلة اللي هي بتاعة إيه ده بيطلعوا يشتموا في الرجالة، نعم، فاهمة؟ إمم، لكن أنا هاتكلم معاكِ عن الراجل السوي. أوكي، الراجل السوي بيبقى عايز الست دي تيجي تلوّن له حياته بالبامبي كده. إمم، فاهمة؟ اللي هو أصل والله الراجل برضه اللي هو حياته كلّها أبيض في أسود فاهمة؟ فهو عاوز واحدة تيجي تلوّن له حياته بالبامبي زي اللي إحنا زي اللي لابسينه إحنا ده لابسينه كده، ده. فاهمة؟ اللي هو I'm آه. just a girl اللي هو عاوز أكلة حلوة، إمم، عاوز والله ييجي كده من الشغل يقعد يتكلم قُل لي بقى إيه اللي حصل، الستات لتّاتة فاهمة؟ اللي هو الرجالة مش أوكي، لتّاتة يعني آه، هيحكي الموضوع بالمختصر، لأ الست تلِت بقى، إمم، وإيه وقال لك إيه، وتلاقيها عارفة أصحابه، وفلان ده عمل إيه، عاوز الراجل عايز ينِم على فكرة، عايز إمم، ينِم. عايز يقعد يتكلم إمم، ويهزر وبتاع، تقعد جنبه مش فاهمة حاجة في ماتش الكورة، يبتدي يشرح لها يعني إيه إمم، تسلُّل، فاهمة؟ يعني دي أوكي، كلّها حاجات بتحسّسه إن هو برضه مختلف يعني، اللي أوكي. هو إيه باشرح لها دلوقتي يعني إيه تسلُّل فاهمة؟ حاجة حاجة كبيرة أوي صح. فاهمة؟ لو قعد مع راجل تاني على القهوة اللي آه، هو يبتدي يناقشه بقى بخناق وكده، لأ ده آه، أنا باشرح لها مش إحنا دلوقتي ده مين، فاهمة؟ إمم، فهو ابتدى يبقى يعني إيه زي مُعلِّق الكورة كده في حياتها، اللي هو لأ التلاجة دي بقى أنا الوحيد اللي أعرف عيبها فين دلوقتي، بتزن ليه التلاجة ده آه، الشيء الوحيد اللي أنا دلوقتي أوكي، خبير فيه، ف وهي بتدّي له ده. أوكي. في ستات ذكية جدًا يقول لك إيه ده هي ما ما بتفهمش حاجة غير لأ هي بتفهم كل حاجة هي وبتاع، بس هي بتحسسه يعني هي بنفسه. مش بس كمان إمم، بتحسّسه، هي كمان عايزة ترتاح، صح، إمم، فاهمة؟ هي أحيانًا مش عايزة تفكّر. إمم، إمم. يعني والله مش عايزة أفكّر دلوقتي، فكّر لنا أنت فكّر بقى، لينا أنت. فكّر لنا أنت. أيوه، فأنا باشوف إن الراجل السَوي عاوز ده، إمم، وفي نفس الوقت عاوز أمان برضه، أمان إمم، على بيته، صح، أمان على ولاده، إمم، أمان على أهله، الست دي هتكون علاقتها بأهله إيه، إمم. فده الراجل السَوي، أي راجل تاني بقى ربنا معاه ربنا يعني معانا، روح ما تعبني. يخصناش. أيوه. ما يخصناش. طب ما إحنا اتكلمنا على الحتّة بتاعة الرجل السوي مش سوي. يعني خلّينا نقول إن الhighlight فعلًا بيكون على الأمثلة الوحشة، بس هو في أيوه، رجالة كتير كويسة ومتجوزين وفاتحين بيوت ده حقيقي. وناس مبسوطة. بس أنتِ إيه بالنسبة لِك إيه أكبر red flag في العلاقة؟ يعني الكدب، الكدب. إمم، أنا أول ما أشوف عارفة لو بنت كدبت عليّا، عادي. أوكي، لإن عادي من صفات البنات إنها أحيانًا تبقى جبانة،
يعني عادي، أنا شكرًا. بنخاف، يعني إيه المشكلة؟ خُفت أقول لِك، عادي جدًا، صعب أوي، يعني سهل أوي إنِّك أنتِ تسمعي جملة من صاحبتِك هو طَب كدبتِ عليَّ ليه؟ تقول لِك خُفت أقول لِك، أوكي. فاهمة؟ لكن مثلًا راجل تقولي له كدبتِ عليَّ ليه؟ خُفت. أنت راجل جبان يعني والّا إيه؟ إمم. يعني أوكي. آه. يعني فاهم الكدب، فأنا أول ما واحد يكدب عليَّ على طول، دي بالنسبة لي red flag كبيرة أوي، أوكي. أوي، اللي هو ده أنت كدّاب، ده أنت بقى أصلك أنت كدبت تبقى أنت خايف، راجل جبان في مشكلة بقى، في خلل، وده معناه بقى إنه هيكدب في كل حاجة تانية، يعني اكدب بقى مش في أي حاجة، بس كدبت ليه؟ كدبت يعني أنت جبان، إمم. أنا عندي صارحني ولا تكدب، أوكي. فدي أكبر red flag بالنسبة لي. طب وإمتى تعرفي إنِّك في علاقة صحية، يعني دي علاقة صحية ليكِ نفسيًا وماديًا وكل حاجة، إنِّك تحسّي إنِّك في علاقة تستاهل إنِّك تتعبي عشانها؟ أمّا ألاقيها رايحة في الأمور الطبيعية، إن إحنا رايحين نتجوّز في أوكي. الآخر إن شاء يعني الله. إن إحنا رايحين في الآخر هنتجوّز، يعني أوكي. أمّا ألاقيها إمم. رايحة كده في الطريقة الطبيعية بطريقة طبيعية، إمم. يعني إيه عارفة أنتِ الحاجات اللي بتيجي بسرعة أوي دي اللي هي إيه، هنتجوّز، أنتِ من الأول خالص دي تلاقيها إحنا هنتجوّز، وتلاقينا ده إحنا هنتجوّز وده أنت في حاجة، حاجة مُريبة، أنت بتأفور. فيك حاجة. ماشي. أنت في أوكي. حاجة مش طبيعية آه. تمام، أوكي. ماشي، أو الأمور مش رايحة تروح للحتة الطبيعية برضه، بشكل اللي هو إيه، هو إحنا إيه؟ إمم. إحنا سوا، ما أنا عارفة إن إحنا سوا، أنا أنت خيال يعني آه. الحاجات اللي طلعت دي بقى situationship ومش إحنا الحاجات في دي. situationship، صح. إحنا في مش عارفة إيه relationship، إحنا إمم. كأننا ما كناش بناخد إنجليزي قبل كده، فجأة طلعت المصطلحات دي، فاهمة، إحنا صح. مش عارف إيه في ship، أنتِ طول ما أنتِ في الship في بقى الship دي دي هتُقع بيكِ. آه. فاهمة، ألاقيها بتطوّل الشِب بتطوّل وأنت مثلًا يبقى مثلًا إيه، وتلاقيه مثلًا دايمًا في حاجات في لحظات من اليوم بتختفي كده، اهم. اللي هو أنت كنت فين دلوقتي؟ مع صحابي، مين أوكي. صحابي؟ ما أنتِ مش عارفة كل صحابي، إمم. طب فين؟ مش عارف، إيه، ده أول ما نلاقي العملية بتطوّل مش رايحة للمأذون آخرتها مش كده، مش عاجباني. وعشان كده كنتِ بتقولي إنه لو dating app على الأقل إحنا عارفين أيوه إنه marriage app أو dating آخرتها app إحنا كده عارفين، إحنا عارفين يعني آخرتها أنت آه. أنت جاي تتجوّز، إمم. لكن أنت بقى عرفنا بعض بقى مثلًا من شلة صحاب، عرفنا بعض من النادي، عرفنا بعض من أي حتّة، والعملية عمّالة تطوّل كده، اهم. لأ، لأ، في آه، حاجة آه. حاجة fishy حاجة بالضبط، ما هيطلع فيش يعني برّه. ما فيش في النُص كده مثلًا إيه، ما إحنا لمّا هنيجي البيت ما تلاقيهوش بيقولها أبدًا دي، فاهمة؟ اللي هو إيه، لأ ما فيش مثلًا أوكي. أنتِ بقى تحبي شقتِك فين، مش هتلاقي الأسئلة دي بتطرح أبدًا، آه. هتلاقي أسئلة تانية بقى، اللي هو إحنا عمّالين بقى نطوّل، نطوّل، نطوّل كده، فدي على طول بالنسبة لي لأ. لأ. إمم، طَب عايزة ألعب معاكِ لعبة. اتفضلي. هنفترض إن أنتِ يعني اتعرفتِ على حد على الdating app أو marriage app أو اتعرفتِ حاجة أوكي، حد نازلة حد تتعرفي عليه أول مرّة. أوكي، هاقول لِك على حاجات وتقولي لي أنتِ هتعملي إيه في الموقف ده. ماشي. آمم، قال لِك كل واحد فينا بعد ما قعدتوا والقعدة لذيذة وكل حاجة، كل واحد فينا هيدفع حسابه. اخس الله يكسفك، معقولة كده! معقولة كده مش معقولة في كده في الدنيا! في اخس الله يكسفك. آآ لأ بُصّي، يعني أكيد طبعًا إيه، هو لو قال لي يعني أصلًا أنا مش هاسيبه يقول كده، يعني أنا كده هاطلّع عشان أدفع، إمم. لكن هو لو سابني أدفع، مش هانزل تاني أنا، أوكي. يعني قليل أدب آه. يعني عيب، هاعملي له لأ، report بقى على الapp عشان أعمل لك report وبلوك أوكي. وأبعت لهم، أقول لهم على أيوه. فكرة ده قال لي كذا صح. يعني إمم. لا، لأ، طيب نازلة برضه تتعرّفي على حد وجاب مامته معاه. إيه؟ والله بُصّي، يعني إمم. ما حصليش حاجة زي كده قبل كده، بس لو جاب مامته معاه دي خطوة جَد أوي، يعني يعني خطوة أنتِ شايفاها من الناحية دي؟ أصل خطوة يعني أوكي. جايب أمه معاه، يعني اللي هو إيه، أوكي. ما فيش جَد أكتر من كده، بيختم، بيدّيني ختم، صح. يعني أصل يعني ممكن أنا هاخدها بصراحة بشكل جَد، أوكي. وبالعكس بشكل مطمئن يعني، اللي هو أصل ده جايب مامته، مش آه. ممكن هيطلع منه حاجة وحشة أبدًا، ده أنا ممكن أحكيها بعد كده، ده جاب مامته معاه في أول date، ده شاريني يعني بس ممكن تكون حاجة تانية، ممكن إيه، تكون جايب مامته برضه وياخد الapproval ابن أمه بقى الحاجات اللي ما بنسمعها دي. هو طبيعي أصلِك خدي بالِك ما أنا كمان لمّا باجي أختار راجل، ما أنا باخد الapprove من أمي، أنا لو أوكي. ماما شافت واحد مش مش عاجبها كده، لأ على فكرة أصل أمي دي بتبقى عندها خبرة، صح. دي في أوكي. 30 سَنة فرق بينِك وبين
في بُعد كبير أوي، آه، هي شافت ده زمان. أوكي، فلأ يعني لأ، أنا باشوف إنه لازم آخُد الapprove بتاع مامتي. أومال إيه؟ حلوة دي، إمم. والله روحِك متسامحة، والله آه. لذيذ. طيب حاجة تانية برضه وأنتم قاعدين والقعدة لذيذة وتمام، قال لِك أنتِ بتقبضي كام وهتصرفي قد إيه في البيت؟ ليه؟ ما يعني إيه عشان تصرفي كام في البيت ب نتطمن. أنتِ بتقبضي كام وهتصرفي كام في البيت؟ أولًا هاقول له باقبض كام، أوكي. مش عشان أضايقه، أكيد هيبقى قبضي أكتر منه طالما هو بيسأل في حاجة زي كده. تاني حاجة إمم. بتصرفي كام في البيت؟ لأ ما باصرفش، مثلًا ما باصرفش حاجة في البيت. دي مفاجأة بقى ما باصرفش حاجة في أوكي. البيت، يعني إمم. ده الجديد. ده الجديد بقى، لأ ما أنت اللي باصرفش. هتصرف يا حبيبي أنت يعني بقى اصرف في البيت ربنا معاك، أومال اتفضل إحنا معاك. جايبينك ليه؟ يعني اصرف ربنا أنا معاك، ما معاك. أنت هتاخدني كده كُلّي ببلاش كده؟ لأ إمم. يعني ما يصحّش. طيب آخر موقف وعايزة أسألِك حاجة عن موضوع الصرف ده عشان ده برضه موضوع شائك. اتفضلي. ال اتعرفتِ عليه تاني إحنا through app أو حد قال لِك عليه، حد بعت لِك أوكي. مواصفاته، إمم. ونزلتِ لقيتِ حاجة تانية خالص، شكل تاني خالص، بمواصفات تانية خالص. ما هو لو dating app هيبقى حاطط صورته. ما بس دلوقتي الdating ال app بقى فيها حاجة كده اللي هو بتكشف الكدابين في الصور. في dating apps يعني في حاجات اللي آه. هي marriage apps بتكون آه. أحسن إن هي عندها filters وحاجات بتضبّط صح؟ واللي يدخّل البطاقة وبتاع، فاللي هو بتبقى فيها أمان أكتر طبعًا. بتبقى فيها أمان إمم، فهو مش هيكدب في شكله. إمم. طيب إيه، ما أنا هاجي ألاقي إيه مختلف يعني، قولي لي إيه اللي هاجي ألاقيه مختلف؟ حد مثلًا حاطط صورته يعني مش سيبِك من يعني الشكل، بس ممكن تكون مواصفاته أصلًا يعني كاتب إنه بيشتغل في حتة وهو حاجة تانية يعني كدّاب. آه. ما أنا قُلت لِك بقى يعني من البداية كدّاب ده، يعني ده أنا هاعمل له إمم. بلوك وأنا واقفة، أو مثلًا هاقول له: "إيه ده؟ مش أنت، ده مش أنت واحد تاني، أنا أوكي. آسفة أنا كنت مستنية التاني إمم. وآخد بعضي وتاخد بعضك وأمشي وتمشي. باي باي يعني." أوكي. آه. طب الحتّة بقى نرجع للحتّة بتاعة الفلوس دي فعلًا، إمم. يعني دلوقتي البنات بتشتغل وعندها استقلال مادي والدنيا تمام، يس. فأبسط حاجة الولد بيقول لِك ما أنتِ بتشتغلي إمم. والظروف صعبة، ليه ما تشاركيش في البيت؟ ليه يعني أنتِ وجهة نظرِك إيه في الموضوع ده؟ إمم. ولو أو لأ ليه؟ يعني والله أنا وجهة نظري في الموضوع ده إن كل حاجة بالخناق إلا الجواز بالاتفاق. متفقة. تمام. والله هي متفقة معاه على ده من الأول، راضيتيها أنتِ عايزة تعملي ده، أوكي، اعمليه. اعملي، ولكن أنا كمنّة أنا ما باحبش ده. أوكي، وعلى فكرة أنا أمي امرأة عاملة، يعني أنا أمي ست أوكي. بتشتغل، إمم. ست موظفة في شركة الكهربا كمان يعني position يعني. position يعني آه. ست مديرة في شركة الكهربا. أوكي، بس أنا ما باحبش ده لإني شُفت على مدار السنين إنه تعب أمي في إنها تحمل مسؤولية. أوكي. مسؤولية مش مسؤولية بيت. خدي بالِك برضه أقول لِك على حاجة، فكرة إنه طَب ما أنتِ أصلِك بتشتغلي إمم. اعملي. هو كل الرجالة بتشيل نفس مسؤولية البيت؟ لأ. يعني مثلًا هي بتشتغل وهو بيشتغل، هو بيرجع من البيت بيرجع الشغل بيطبخ؟ لأ، إمم. مش ده اللي بيحصل. بيرجع بينضّف البيت، بيرجع بينيّم الأطفال، بيرجع بيروح بيرجع يودّي تمرين ويروح المدرسة ويقعد في اجتماع مجلس الآباء والأمهات ويشوف بقى ويقف في المطبخ وهو في المطبخ تيجي بقى ليلى والّا نادر والّا يقعدوا يحكوا يا ماما حصل كذا في المدرسة، إمم، بيقعد يعمل ده إمم. والّا بيخلّص الشغل بييجي بيخش ينام؟ أوكي. لأ، بييجي يخش ينام، إمم، وما حدش ييجي يقول لي لأ أصل الجديد، لأ ما فيش جديد، إمم. هو أصل ده طبيعي يعني صح، صح. الراجل إمم، بيتعب في شغله، بييجي يتفرّج على ماتش والّا يقعد يتفرّج على السياسة ويخش ينام، إمم. فاهماني؟ لكن هي بتبقى شايلة مسؤوليتين، إمم. كمان عايز فلوسي! أنت غِلِس أوي آه يعني صح. يعني إمم. كمان عايز فلوسي! أمّال أنتِ شغلِك ده بتشتغلي ليه؟ يا أخي باشتغل لنفسي، أنا أوكي. اشتكيت لك؟ لمّا آجي أشتكي لك وأقول لك أنا زهقت من الشغل قُل لي سيب الشغل، مش مشكلة. ما أنا أوكي. حُرّة يا سيدي. إمم. فلأ، يعني أنا باشوف إنها بتبقى شايلة مسؤوليتين. إن هي أنتِ قصدِك إن هي بتبقى شايلة كذا بقى مسؤولية، فهي إمم. بتيجي في الآخر تبتدي تنفجر فيهم بقى كلّهم، اللي هو طبعًا، وهي خدي بالِك أنا ما شُفتهاش أبدًا الست اللي هي بتروح تشتغل دي، ومثلًا مش هاقول لِك ما بتساهمش في البيت، عشان شُفت ستات بتشتغل ما بتساهمش، بس دايمًا بييجي وقت كده الراجل بيتزنق، وبتلاقيها هي اللي بتخلّي بالها. مثلًا يعني أنا هاقول لِك على حاجة، أنا أبويا كان متحمّل البيت كامل، ولكن مامتي كانت شايلة بند الترفيه.
كله، أوكي. اللي إمم. هو فاهمة الفُسح، الخروجات، الموبايلات، أوكي. الكلام ده كله كانت أمي شايلة البند ده، إمم. لو كان البند ده مش متشال كان هيلاقي بقى بابا بقى فاهمة أنا أوكي. عايزة موبايل جديد وعاوزة أوكي. أتفسح فلأ آه. يعني ما أنا ما شُفتهاش الست اللي ما بتساهمش اللي ما خالص تساهمش، دي. بس هي ممكن تكون إنه بمزاجها، يعني خلّينا نتفق إنه آه، بمزاجي، لكن ما بمزاج. يبقاش إجبار إنه لأ مش حد إجبار ييجي لإنها يقول لك. شايلة مسؤوليتين، صح. إمم. فحرام يعني، ده غير إمم. مسؤوليات البيت، البيت ده تُهمة لوحده يعني. إمم. إمم، طيب نلعب لعبة تانية. أوكي، عارفة bare minimum والّا princess treatment؟ عارفاها، بس هنغيّرها simple والّا sparkle؟ simple ماشي، versus sparkle. هاقول أوكي. لك على حاجات وتقولي لي دي too simple والّا لأ دي حاجة حلوة، ماشي؟ بيكلمك كل يوم الصبح وبالليل ويطمنك أنتِ فين وأنتِ بتعملي إيه دلوقتي، دي شايفاها حاجة too simple والّا sparkle؟ لأ simple طبعًا، أوكي. ده الطبيعي يعني. أمال هو لو كلمني مكالمة واحدة في اليوم يعني فرق يعني الناس كلها يعني، كل صح. الناس بتكلمني مكالمة، ده الdelivery بيكلمني مكالمة واحدة الorder وصل يا فندم يعني بيكلمني مكالمة أوكي. واحدة يعني. آه، ماشي. طيب بيجيب لِك هدية طول الوقت بس صغيّرة حاجات simple إمم. والّا إنه يجيب لِك هدية كبيرة بس في المناسبات؟ إيه الsimple وإيه الsparkle فيهم؟ آمم، لأ أنا شايفة إن الطبيعي يعني إنه يجيب لي هدية كبيرة في المناسبات. أوكي، لكن أنتِ مش بتحبي طول الوقت إن يبقى ما هدايا صغيّرة لأ بس. هنزهق لإن أنا هاضطر أجاريه يعني أنا هنضطر هازهق أجامله. بقى وهُم هداياهم بصراحة محدودة، يعني أوكي. فاهماني؟ محفظة، حزام، ساعة، محفظة، حزام، ساعة، ساعة، محفظة، أوكي. حزام، فيعني PlayStation هتجيبي له إمم. بقى PlayStation يعني تبتدي تتدرجي لحد ما تزهقي يعني، أوكي. فلأ هات لي هدية كبيرة كل بتاع كده عشان أنا برضه أفكّر في هدية كبيرة كل كده. ماشي. طيب ما بيحبش يعني الكلام في التليفونات كتير، هو أنا مش دي طريقته، آه، ولا texting ولا الحاجات دي، آه، ما سيبيني في حالي. لأ ده ما بيحبنيش. أوكي. ليه؟ ما يمكن طبيعته كده. لا، لا ما فيش راجل طبيعته كده يا حبيبتي أوكي. باقول لِك بقى، ده راجل ما بيحبنيش أصل إمم. يعني إيه ما بيحبش الكلام في التليفونات يعني؟ ما أومال بيحب إيه الكتابات؟ ولا أكتب اكتئاب. له برقية؟ يعني أكتب له إيه؟ يعني أوكي. لمّا نحب نكلمك نعمل آه. إيه؟ يعني ننزل بقى نتقابل كل ده هنفضل ده ليه يعني؟ ده عبد الحليم ما كانش بيعمل كده يا راجل بيقعد في التليفون قاعد كده يعني. في التليفون. لأ أوكي. طبعًا أنا مع إنه بيتكلم طول اليوم ده الطبيعي، ده الطبيعي. إمم. طيب يخرّجِك حاجات simple كده اللي هو بالعربية وناكل في مكان، والّا لازم مكان غالي بقى وكل الخروجات حاجة كده حركات؟ أصل أنا باحس إن لو كل مرّة كده، الموضوع أوكي. ده هيفقد بريقه، إمم. يعني وهنفضل بقى حياتنا كلّها إحنا ذكرياتنا كلّها fancy كده، وبرضه مجهود عليَّ، أنتِ برضه مصممة هارُد برضه. تتعبيني، مجهود عليَّ كل هارُد على نفس مرّة، الرَد. يعني أوكي. ننزل نكروز بالعربية ونروح ناكل برجر في أي حتة، أوكي. والّا نروح بقى كل مرّة رايحين بقى fancy date الناس بقى اللي بتبقى قاعدة متلمعة لأ آه. يا عمي تعالَ ناخد بعض كل مرّة، وفي المناسبات الكبيرة برضه خدني خُد الحتت كده، فسّحني. أوكي. أيوه، إمم. طَب هاسألِك أسئلة سريعة وتردي عليها، دي بقى ماشي، خلاص خلصتِ. ماشي. إيه الحب بالنسبة لِك؟ الأمان، أنا بالنسبة لي الحب إن حد يدّيني أمان. أوكي. إمم. الأم بالنسبة لِك؟ الإيه؟ مامتِك. عطاء، يعني أوكي. كل العطاء اللي في الدنيا أمي ادّتهوني بصراحة. طَب الأب بالنسبة لِك؟ أمان برضه، الأب أوكي. بالنسبة لي أمان كبير أوي. إمم. طَب لو عاوزة البنات اللي بتتفرّج علينا يعني دلوقتي تطلع بحاجة من الحلقة دي، تطلع بإيه؟ تطلع إنه يا بنتي مش مهم تتعرّفي على شريك حياتِك ده إزاي، اتعرّفتِ إمم. عليه من على dating app، اتعرّفتِ عليه عن طريق طنط هِمّة، اتعرّفتِ أوكي. عليه أيوه. عن طريق نادي، عن طريق كافيه، المهم اتعرّفي عليه، إمم. اتعرّفي عليه لأ وخلاص. تهزري. خلاص. أهم حاجة إن أنتِ ما تجبريش نَفْسِك على حاجة، ولا تشوفي إن حد بيجري وراكِ. إمم. الدنيا كتير أوي شايفة دي رجالة كتير أوي إمم. مالين إمم. الدنيا، بُصّي كده هتلاقي راجل، كده هتلاقي أوكي. راجل. المهم في الآخر إنِّك تلاقي حد يدّيكِ الحاجة اللي أنتِ حقيقي بتدوّري عليها وعاوزاها في حياتِك، إمم. أو يضيف لِك إضافة ما كانتش موجودة قبل كده، عشان إحنا مش ناقصين مرازية. إمم. شكرًا. ميرسي أوي منى thank you والله العفو يا يعني حبيبتي، انبسطت أوي، ويا وأنا رب كمان. نكون عرفنا نقول الحاجات اللي البنات بتفكّر يا رب، فيها، يا رب، ويكونوا استفادوا من الحلقة، إن وشكرًا شاء تاني الله. يا اتشرّفت ميرسي. بيكِ، شكرًا.